الحبشة سابقا، وجئنا زيارة إلى منطقة ديار بكر للمشاركة في هذا الاحتفال الكبير بالمولد النبوي الشريف. ولا شك وجدنا ترحيبا كبيرا ووجدنا حشدا ضخما، وهذا ليس غريبا في أهل ديار بكر، وهم محبين للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد شاركت أكثر من مرة في هذا الاحتفال، شاركت قبل ذلك، ووجدت أن الأهل هنا والشعب ديار بكر محبين للنبي صلى الله عليه وسلم، فهم يعني يقفون بالساعات الطويلة وهم ينشدون وهم يكبرون وهم يهللون ويرسلون رسالة للعالم بمحبتهم لرسول الله. ومشاركتنا تعني أن أمة الإسلام واحدة. نحن نأتي من أفريقيا لإخواننا هنا لقول الله تبارك وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. كما أن ديار بكر تذكرنا بفتوحات الصحابة، حيث هنالك عدد من قبور أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المنطقة، وكذلك تذكرنا بفتوحات صلاح الدين الأيوبي وهو يفتح بيت المقدس. شكرا للذين أقاموا هذه الاحتفالية، وشكرا لشعب تركيا وحكومتها وشعب ديار بكر. Birinci sözümüz, birinci konuşmamız, biz doğrusun çok sevindiğin. Sevindiğin gelendeğin, bu bütün ümmeti görendeğin, Peygamberin mevlüdü sallallahu aleyhi ve sellem burunda korundu. Bu bütün alem toplanıptı. Peygamberiminin sevri gülen inşallah elhamdülillah. Biz burada çok teşekkürlerimiz ve şeref verdiğiniz kardeşlerimiz Hudapar'da bu böyle bir güzel bu kuruntunu yapıpla bizi toplantınıpla Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem muhabbeti istine. Onun için biz çok teşekkür ederiz kardeşlerimizi Hudapar'da. نحن يعني في مشاركتنا في هذا المهرجان الكبير الذي نحيي فيه ارتباط الأمة بنبيها صلى الله عليه وسلم نشعر بفخر كبير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يجمع هذه الأمة ويوحدها على حبه وعلى الاقتداء به، وهذا الذي نراه اليوم من خلال هذا الاجتماع الكبير، حيث يحتشد عشرات بل مئات الألوف من أبناء الشعب التركي، ويشارك الكثير من رموز الأمة في هذا البرنامج لتجسيد وحدة الأمة والتقائها على حب النبي صلى الله عليه وسلم. بالتأكيد نحن نشعر باعتزاز كبير في وجودنا هنا في ديار بكر والتقائنا مع أهلنا وأشقائنا من الإخوة الأتراك الذين يحتشدون بهذه الآلاف المؤلفة من أجل نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وضحض كل الافتراءات والشبهات التي يطلقها الكفرة ويطلقها المحادون لهذا الدين بأن الإسلام دين عنف ودين إرهاب. الإسلام دين سلام ودين محبة، وهذا الذي يجمعنا اليوم. نتمنى لهذه الفعالية النجاح والتواصل، وأن تكون تعم في كل بلادنا. الحقيقة هذا النموذج الذي يحتشد فيه المسلمون من أجل حب النبي عليه السلام نتمنى أن يكون حاضر في كل بلادنا وعواصمنا. وشكرا لكم كثيرا على هذه الاستضافة.